السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فترة الخطوبة دي من أهم وأجمل الفترات اللي ممكن أي اتنين مرتبطين يمروا بيها. فترة جميلة كده وكلها مشاعر وحب وود وحاجات جميلة جدا. بس الفترة دي على قد ما هي جميلة وحلوة على قد ما هي مهمة قوي، ولازم البنات تركز فيها قوي، ولازم تعرف ان في حاجات ينفع تعدي وفي حاجات لازم نقف عندها. في صفات معينة في الراجل لو شفتيها فورا ما ينفعش تكملي معاه مهما كنتي بتحبيه. صدقيني مش الحب هو اللي هيخلي العلاقة تكمل وتوصل، يعني ومش هو ده الشخص اللي هتكملي معاه. نركز كده وبلاش المسلسلات الهندي والتركي اللي مبوظه عقولنا. الست بطبيعتها اصلا يعني فياضة المشاعر، مشاعرها اللي بتتحكم فيها غير الراجل خالص. الراجل عملي وعقلاني، فبلاش نمشي وننقاد ورا عواطفنا. تمام، حلو الحب انه يبقى موجود واساس كويس جدا، بس مش هو دي الحاجة الاساسية. لا، انت لازم الشخص اللي انت بتحبيه ده تحسي معاه بالامان، تحسي ان الصفات اللي موجودة فيه هي اللي هتخليكي تكملي معاه، هو ده اللي هيسندك هيدعمك هيقف في ظهرك، هو ده اللي انتي هتبقي مطمنه معاه. ففي شويه صفات كده نركز فيهم، لو لقيتيها فورا اديني بعيد تاني، اوعي تكملي في العلاقه دي هتتعبي بعدين. وبعدين لما يعني يحصل فسخ للخطوبه افضل كتير من ان بعد كده يحصل حاله طلاق او يبقى في اولاد، ويعني حاجات كتير قوي، وخصوصا ان حالات الطلاق زادت يعني. فيعني نحاول نتدارك الموضوع من اوله، نحاول ناخد بالنا. ما ينفعش اول صفة لازم نبقى واخدين بالنا منها، ما ينفعش يبقى هو عنده هوس السيطرة. لما تلاقيه طول الوقت عايز يتحكم فيكي، عايز يسيطر عليكي، بيفرض قراراته عليكي، حتى ما تنزلوا تشتروا حاجة تلاقي قراره سابق قرارك، وعايز يقنعك بأي شكل من الأشكال، وفي الآخر بيوصلك إن هو تعملي الحاجة اللي هو عايزها. بيتدخل حتى في اختياراتك لأصحابك، بيتدخل في شغلك، في كل حاجة بيتدخل فيها. مهما كنتي بتعملي الحاجة صح وكويسة، هو عايز الحاجة تمشي زي ما هو عايز وبس. ده بيبقى عنده هوس السيطرة. الموضوع ده هيبقى صعب، هيخنقك بعد كده، فملوش لازمة خالص. وما تقوليش انه هيتغير، في طباع ما بتتغيرش، في حاجات ما بتتغيرش زي الحاجات اللي بقولها دلوقتي دي. الراجل البخيل، الراجل البخيل ده بعدي عنه تماما. ما تقوليش بقى ايه اصل هو دلوقتي مسك نفسه علشان عايز يحوش، عايزين نتجوز وعايزين نلم نفسنا. لا، في فرق، في تفاصيل كده بتفرق. اللي ماسك نفسه ده بيحاول من فترة للتانية، انا بتصرف بعقل، بحاول ان انا احوش علشان خاطر اجيب الحاجة اللي مطلوبة مني علشان نقدر نتجوز في اقرب فرصة. بس في حاجات كده تفاصيل صغيرة دي ما ينفعش ان هو يعديها، ان هو يعني لما تيجي مناسبة خلاص كده شكرا، مفيش حاجة هتتجاب. لما يحصل مثلا موقف وانتوا مع بعض في الشارع، فيقول لك ادفعي انتي. لا، ما تنفعش. الشخص البخيل ده لعنة، هتتعبي معاه بعد كده. عارفة انتي، مش هقولك مثلا هتيجي تتناقشي معاه في طقم خروج، لا، انتي هتتناقشي معاه في ابسط حاجة واقل حاجة اللي هي الاكل والشرب. هتطلبي كل حاجة منه بالضلين. فاياكي والشخص البخيل، اياكي والشخص اللي بيحب يتحكم وعنده هوس السيطرة، اياكي بقى والشخص اللي هو مش بيحاول يبذل اي مجهود علشان علاقتكم تنجح. هو حاسس ان انت خلاص موجودة، انت قاعدة، فمش ما فيش مشكلة. فتخيلي ان انت في الفترة دي وهو بيعمل كده، تخيلي لما انت تبقي في بيته وهو خلاص ده انت كده بقى مضمونة مضمونة يعني. لا، بلاش توصلي له احساس ان انت مضمونه ومفيش مشاكل وانا قاعده مستنيه وهو ما يحاولش يبذل اي علاقه. نجاح اي علاقه ما يحاولش يبذل اي مجهود. نجاح اي علاقه في الدنيا بيعتمد على ان يكون في مجهود مبذول من الناحيتين. انا ببذل مجهود عشان العلاقه تنجح، وهو كمان بيبذل مجهود عشان العلاقه تنجح. كمان في بقى الراجل اللي هو بيحاول، يعني دايما كده بيبقى عنده نقص وبيحاول يقلل منك طول الوقت. اوعي ترتبطي بيه، اوعي تكملي معاه. ده مهما عملتي مهما عملتي هتبصي تلاقيه مش شايف انت بتعملي ايه. مهما نجحتي ومهما وصلتي لاي حاجه تبصي تلاقيه بيقلل، ايه عادي يعني، هو طب ما كل الناس بتعمل الحاجه اللي انت بتعمليها. هي دي بقى الشخصيات اللي بتيجي بعد كده الستات بعد الجواز تشتكي تقولك بقى ايه ده، انا ببقى طول النهار طالع عيني وتعبانه والعيال بقى ذاكرت لهم وعملت الشقه وشفت اللي ورايا، ويجي هو في الاخر يقول لي ايه عملتي ايه زياده. ما كل الستات بتعمل كده. بدل ما يقول لي مثلا كلمه حلوه ربنا يخليكي لينا،
النوعية دي بلاش، ابعدي عنها، هتزهقك في عيشتك، هتوصلي لمرحلة ان انتي بعد كده هتكرهي الدنيا. الشخص بقى اللي انتي ايه يعني، ما تبقي ماشيين كده وانتوا مخطوبين وحصل بينكم موقف وللأسف بدأ يتطاول عليكي، سواء كان باللفظ او بمد الايد، زقك، شتمك، اوعي اوعي تعدي حاجة زي دي. لان هو طالما حصل منه كده صدقيني مش هيتغير، بالعكس ده هو دلوقتي كده كمان ماسك نفسه عشان انتوا في فترة الخطوبة. لما تبقوا بقى في وش بعض كده هيبقى الموضوع بالنسبة له عادي. لا، الموضوع ممكن يزيد، وممكن بعد كده تجيبي اولاد ويحصل زي الحالات اللي احنا بنشوفها، الام تتضرب قدام ولادها وتتهان، وبعد كده نجيب ولاد عندهم مشاكل نفسية. حبيبتي انت لازم تختاري صح، تختاري زوج هيكمل معاكي المشوار وتقدري تسندي عليه، وتختاري اب صح. هما من حق ولادك اللي انت هتجيبيهم ان انت تختاري لهم اب صح. فما تفكريش في نفسك بس، لا فكري في نفسك وفي الاولاد اللي هتيجي. فاوعي ترتبطي بشخص مد ايده عليكي او هانك، اوعي. بلاش بقى الشخصية اللي هي طول الوقت بتكذب، يعني طول الوقت عمال يكذب عليكي، عمال يخلق في اعذار، عمال تحسيه عامل زي بقى ايه جيمس بوند كده، شخصيه غامضه انت مش فاهماه. طب ما هو كتر الكذب ده هيخليكي توصلي في مرحله، طب يا ترى هو بيقول الصدق ولا كذاب؟ هيوصلك لدايرة الشك، تبدأي تشكي فيه طول الوقت، تشكي فيه. طب ما هو الشك دوت يعني من الحاجات اللي بتهدم اي علاقه. الشك ده حاجه وحشه جدا، وعايزه اقول لكم الراجل الشكاك ده وحش جدا جدا جدا. ده ممكن يعني اللي هو بقى ايه، لو انت ماشيه في الشارع وحد ماشي وراكي بالصدفه والمسافه بينكم قريبه شويه، يقولك انت كنت بتتكلمي مع الراجل ده بتقولي ايه. لو انت بتتكلمي في الموبايل في الهاند فري مثلا وهو مش شايفه، انت انا شفتك انت كنت ماشيه كده كنت بتتكلمي مع الراجل ده تقولي ايه. الشخص الشكاك ده بلاش منه نهائي. ده يعني عايزه اقولك مش هتوصلي غير ان انتوا يعني هتوصلوا لمصيبه في الاخر. لا بلاش منه بلاش منه بلاش منه، بقول يجي يعني مليون مره. الشخص اللي ما يحترمش اهلك، ما يتكلمش عليهم كويس ويحترمهم في وجودهم وفي غيابهم. يعني انت مش ما يقولش يجي يقول كلمه على ماما ولا على بابا وانت بقى ايه تعديها وتقولي عادي بقى ما هم مش سامعين وانا هقعد اعمل مشاكل. لا، انتي لازم تعلميه وتعرفيه ان الحاجه دي خط احمر، ان الناس دي ما ينفعش تتكلم عليها بالشكل ده. طب في شخص تاني ممكن يجيلك يكون مستواه المادي ويكون مستواه الاجتماعي كويس جدا، بس انتوا طول الوقت مفيش لغة حوار بينكم، مش متفاهمين، كل مشكلة بتقابلكم ما بتعرفوش توصلوا لحل. طب دول ده يعني الشخصية دي هتتفاهمي معاها ازاي؟ ما هو انتي مش هتعيشي مع فلوسه ولا هتعيشي مع مستواه الاجتماعي، انتي هتعيشي معاه هو. اه المستوى الاجتماعي والمستوى المادي حاجة كويسة ومطلوبة ومهمة، بس لازم يبقى جنبيها حاجات تانية بتكملها. في حاجات ما ينفعش تبقى موجودة لوحدها، بيبقى لازم حاجات تانية تكملها، لازم يبقى في لغة حوار بينكم، لازم يكون في لغة تفاهم بينكم. في بقى الشخص اللي هو ما بيتقبلكيش زي ما انت، اللي هو بقى ايه، مش بيحب روحك، مش بيحب عقلك، مش بيحب تفكيرك، مش بيحب فيكي حاجه معنويه، بيحب شكلك، بيحب جسمك. او مثلا يقعد يقولك ايه انت تخنتي شويه انت عايزه تخسي شويه، او مثلا انت خسيتي قوي انت عايزه تتخني شويه. لا، اللي مركز مع اللي بره ده صدقيني ده هيبقى بعد كده في حته تانية. ممكن يعني يخونك بعد كده، ان هو اصلا واخدك علشان انتي حلوه وجميله طب ما انا مش هفضل حلوه وجميله طول الوقت، انا عايزه اللي يكمل معايا حتى لما اعجز وملامح وشي تختلف. عايزه اللي يكمل معايا وهو مبسوط وسعيد بيا، اللي بيحب الحاجه اللي جوه، بيحب روحي، بيحب عقلي، ما بيحب الشكل اللي بره. تمام، الشكل اللي بره ده شيء مطلوب واكيد بيبقى ليه الانطباع الاول وحاجات كتير جدا، بس ما بيبقاش الاساس. لما يحبك زي ما انتي، لما يتقبلك زي ما انتي، ما ينتقدكيش وما يبقاش عايز يغير فيكي حاجات، هو ده الشخص اللي تقدري تكملي معاه. لكن عكس كده ما ينفعش. يبقى كل الصفات اللي انا قلتها دي اول ما البنت تشوفها في خطيبها ما ينفعش تكمل معاه. صدقوني الموضوع هيبقى صعب، هتتعبوا بعد كده. لو تغاضيتوا وعديتوا الحاجات دي، لو حسيتوا ان عادي عشان خاطر احنا بنحب بعض بقى ويعني وعايشين بقى في ايه، يعني فيلم هندي،
فيلم ايه يا حبيبتي؟ هو مش هيجي. يعني يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس فعلا الحاجات دي ما بتتغيرش صدقوني. وفي ناس يعني ما بتسمعش الكلام الا لما بتحب تعيش التجربه، وبعد كده بتقعد تندب حظها. ما توصلوش نفسكم لكده. يعني حلوة قوي ان الفترة دي ناس كتير جدا بتحاول تشارك التجارب بتاعتها. حلوة قوي ان بيبقى في ناس عندها قدر من الوعي والثقافة انها تطلع تتكلم في حاجة زي كده وتفيدكم. زمان ما كانش في حاجة زي كده، كان كل واحد بقى ايه هو ونصيبه. فلما يكون عندك فرصة ان حد يوعيكي ويقولك خدي بالك من الحاجات دي، حطي تحتيها خط احمر. الحاجات دي بعد كده ممكن تخليكي تلفي حوالين نفسك في المحاكم، ممكن تخليكي تعيشي عيشة تعيسة جدا. لازم تاخدي بالك فعلا، لان ده مشوار طويل، ده عمر وحياة. ربنا يحفظكم جميعا.